مرحبا حبايب قلبي، شلونكم؟ شلون الصحة؟ ان شاء الله زينين وان شاء الله دايما بخير. اليوم مثل ما تشوفون بالصورة راح اسوي وياكم كيكة بالجوز والجزر. هنا مثل ما تشوفون هاي المقادير عندي بالصورة. عندي كوبين من الطحين، وعندي فانيليا، واثنين كمبودر ظرف، وعندي 3 بيضات، وعندي نص كوب جزر مبروش ناعم، ونص كوب جوز، وكوب إلا ربع من الزيت، وكوب من الحليب، وكوب من السكر أو الشكر. هنا راح أشتغل بالخلاط مثل ما تشوفون. خليت 3 بيضات بالخلاط الكهربائي. راح أخلي كوب من السكر مثل ما تشوفون، وراح أشغل الخلاط حتى يختلطون البيض والشكر حتى يصير كريمي بهذا الشكل مثل ما تشوفون. هسه راح أضيف الحليب، كوب كامل من الحليب. طبعا أنا قستهم كلهم بهذا الكاسة مثل ما تشوفون. انتم أي شي عندكم قياس تحبون تقيسون بيه قيسوا بيه، فأنا قست بهذه الكاسة. قست المكونات كلها بهذا الكاسة. هسه خليت كوب إلا ربع من الزيت مثل ما تشوفون، وعندي ظرف من الفانيلا راح أخليه، وأخلي المواد تختلط كل الزين حتى يصير لونهم أبيض وكريمي بهذا الشكل. هسه راح انتقل المواد الجافة. راح أخلي كوبين الطحين، طبعا أنا نخلتهم كل الزين بهذا الشكل. خليت كوبين من الطحين، وراح أضيف ظرفين من الكمباودر، بهذا الشكل. مواد الجافة راح أخلطهم شوية. هذه كيكة يومية بسيطة كلش طيبة، عصرانية ويا شاي. راح أخلي الجوز على الطحين وأخلط حتى ما خليته ويا المواد السائلة حتى ما يتكون كله، ينزل من تستوي الكيكة ينزل الجزر والجوز جوا يصير بقاع الكيكة. فأنا أخلطهم ويا الطحين على مود ينتشرون بكل الكيكة بهذا الشكل. خليت الجوز وحركته، وخليت الجزر وحركته. هسه راح أضيف المواد السائلة اللي خلطناهم بالخلاط. طبعا عندي الجوز نص كوب والجزر نص كوب مبروشين ناعم. هسه ضفت المكونات السائلة بهذا الشكل. راح أخلطهم على كيفي لأن ما أريد أطلع الهواء من عندهم بهذا الشكل، وأحركهم باتجاه واحد وعلى كيفنا شوية شوية. طبعا أنا عندي قالب راح أدهنه بالزيت ومحمية الفرن مسبقا. خليت هنا خاشوقة وحدة أو معلقة من الخل بهذا الشكل بعد ما خلطتهم وتمزجت كل المكونات. وهذا القالب عندي دهنته بزيت كل الزين مثل ما قلت لكم. راح أضيف المواد الكيكة كلها بهذا القالب. مقادير بسيطة وإن شاء الله موجودة بكل بيت. ونضربها 3 ضربات إلى 4 حتى تتساوى عندنا الكيكة وتاخذ مستوى واحد. وراح أضيفها بالفرن. طبعا مثل ما قلنا الفرن محميته مسبقا على 300 درجة حرارة، وخليتها على ساعة إلا ربع، وخليتها على الجو فقط وعلى الرف الوسطاني، على الهيتر الجوا على الرف الوسطاني على ساعة إلا ربع التوقيت، ودرجة الحرارة على أعلى شي، وخليتهم على الرف الوسطاني بهذا الشكل. وهذه هي الكيكة استوت بدون ما أشعل الفوق، هي حمرت من استواء لتوزيع الحرارة اللي بالفرن متساوية بهذا الشكل. بعد ما استوت الكيكة طلعت بهذا الشكل كلش حلوة.
راح أقصها وياكم ونشوفها. طبعا بعدها حارة، بس أنا حبيت أراويكم لأن يريد ياكلون منها، وإذا هم أكلوا بعد أنا ما أقدر أصورها وياكم. هذا شكلهم، شايفين الجزر شلون ناعم بيها والجوز، والطعم مالتها كلش طيب. وطبعا انتم السكر أو الشكر تقدرون على حسب الرغبة.